عاوز أعدي، وطبعا أخونا الدكتور أحمد كلام شيخنا الشيخ شريف تأصيل ليه أخذنا القرار، لكن إحنا والأخ حمدي قام يقول للشيخ نحن نثق، الدعوة عندها ثقة في أولادها تماما كما أنتم تثقون في المشايخ، لكن أنت ستواجه خصوم. هيجي يقول لك إزاي تأيدوا رجل سفاح قاتل صاحب دماء فض ربعة، كأنه لم يقع في تاريخ المسلمين دماء إلا دماء ربعة، وكأن الدماء التي وقعت في النهضة ليست دماء، وكأن الدماء التي وقعت في محمد محمود ليست دماء، وكأن الدماء التي وقعت في مجلس الوزراء ليست بدماء، وكأن الدماء التي وقعت في استاد بورسعيد ليست دماء، وكأن الدماء التي وقعت في العباسية 88 فرد في أحداث العباسية ليست دماء، وكأن الدماء التي وقعت في زمن الدكتور مرسي 400 فرد ليست دماء. ولو احنا جعلنا التهمة بهذا الشكل يبقى احنا سيلزمنا أنا والأخ أحمد هنكون شركاء في الدماء الأولى، إن كنا أعضاء مجلس الشعب. الأعضاء لهم حق في المتابعة، لهم حق في المحاسبة، لهم حق في التشريع. نحن شركاء في هذه الدماء. لو هو الدماء فعلا هكذا يبقى أعضاء المجلس العسكري الأوائل شركاء في دماء، هم فعلا شركاء. الدماء اللي وقعت في العباسية دي كانت مع المجلس العسكري خالصها، الناس اللي أرادوا أن يدخلوا وزارة الدفاع المصرية، والشيخ حازم ربنا يغفر له سابه مروح حال عشان جاله ضيوف. إذا قرار مجلس عسكري ليه ما كانش ناس بتتكلم ليه على طنطاوي في التوقيت ده؟ ليه بعد كده الدكتور مرسي قال دي رجاله من ذهب؟ ليه بعد كده الراجل القائد الأكبر بيقول للدكتور أحمد خليل اهو قاعد اهو حط ايده على كتفه يقول له ده السيسي الابن البار لجماعة الإخوان؟ ليه الناس ديت قال لك وزير دفاع بنكهة الثورة زوجته منتقبة، أول وزير دفاع يصلي في المعسكرات، أول وزير دفاع بناته يحفظن كتاب الله، عندي رجالة من ذهب. بعد كده اكتشفوا إن أمه يهودية وإن خاله في الكنيسة الإسرائيل. طب أنا أخد باللي أنت عملته في الأول إنك صادق أنا مشيت وراك، ولا أخد إن أنت كاذب يبقى أنا ما أثقش في كلامك؟ معلش سامحني. وبعدين أنت مواقفك من الدماء إيه؟ عشان نقوله هي عاوز أوصف توصيف، هي دي كانت حرب. لو هي كانت حرب نقول لهم أنتوا ليه أخرجتوا الأطفال وليه أخرجتوا النساء؟ طب لو كانت حرب فين 100,000 اللي جاهزين للهجوم؟ ما على المنصة الشيخ وحيد بالي من الورطات اللي ورطوا فيها الشيخ وحيد بالي، وقام الدكتور محمد الصغير يؤكد الكلام إن أنا قادم الآن من اجتماع مع المهندس خيرت الشاطر يخبركم أن هناك 10 مواقع في القاهرة في كل موقع 100,000 الله أكبر وتليل يعني مليون مقاتل جاهزين. هو مين اللي طلعوا سنسحق؟ مش عاوز المعاني دي تغيب. بس هذا أخ يقول لك طب ما تشوفوا مصالحة. هو أنت في حد أصلا طلب مصالحة؟ أنت هتبقى مالكي أكثر من الملك. ده الراجل بتاعهم المحترم الدكتور حمزة زوبع على المصالحة على بره. جمال حشر المصالحة مش تبعنا. دكتور محمد علي بيش المصالحة ده كلام يخصك. راغب السرجاني ده كلام تعقل ما بيش بتمثلنا. أنت هتطالب لناس مصالحة، هو واخد المواجهة ليه؟ أنت ليه تحمل نفسك ما لا تطيق وتحمل الدعوة ما لا تطيق وما لا تحتمل؟ مش الإخوة تتعقل شوية في هذا القرار؟ طيب لو الموضوع ده حرب ينفع القائد يهرب بره؟ هو في حد اتمسك من الميدان ده كل الناس جاء هروب؟ طب نقوله لا دي فتنة. طب مين قال في العلماء ان الفتنة عبر التاريخ تنسب لفرد؟ هو اللي حدث في عثمان نسب لمن؟ اللي حدث في موقعة الجمل هتتهم جيش علي وفي علي رضي الله عنه من العشرة، أم الجيش الآخر وفي أم المؤمنين شئت أم أبيت، وفيه طلحة من العشرة والزبير من العشرة؟ العلماء قالوا في ده حاجة ولا في ده حاجة؟ طب النهروان، طب نهواند، طب اللي حصل في صفين، طب في 31 هجريا مع الحسن ومع معاوية، طب ابن الأشعث قتل 100,000 منهم 10,000 من العلماء على رأسهم سعيد بن جبير. 1000 امرأة حبلت من الزنا، ده في الكتب ذكر أهل التاريخ.
حملوها لمين؟ أبو سعيد السفاح قضى على الدولة الأموية. الحجاج بن يوسف حج معه ابن عمر وصلى وراء ابن عباس. طب لا دي فتنة، يبقى تعالوا نشوف كلام العلماء في الفتن. لا دي تهمة، الراجل ده متهم قاتل حقيقي. تعال التهمة تثبت ازاي في القتل؟ في إقرار أو في شهود؟ طب انت راضي، تعال نشوف الرضا ازاي. الرضا ان انا اشارك، او ان انا اباشر، او ان انا امر، او ان انا ارضى. فاحنا التهم ما بتبقاش كده، ما تنفع الضغط ده، ما ينفعش. تعال اقول لك حاجه تانية، انا هاخد دور جماعه الاخوان المتعقل. اصل انتوا الخصوم ما عندهمش غير السب والتشكيك. هو لما اتحكم على 6 من قيادات الاخوان في احداث عبد الناصر، الاستاذ سيد قطب، عبد القادر عوضة، محمد فرغلي، وباقي القيادات، عارفين من عضو يمين المحكمة؟ محمد أنور السادات. في 74 محمد أنور السادات اللي أخرجهم من سجون عبد الناصر وقالوا الرجل المؤمن، ودخلوا معاه في السياسة. وما طلبوش السداد بدماء الناس، مع انك ده انت اللي قاتل. انا هاخد دورك المتعقل. طب انا هاخد دورك في الجزائر. محفوظ نحناح التيارات السلفية والجهادية فجأة فازت وفجأة اتشالت، ما دخلوش حتى وخسروا، ده ما عملوش حاجة. نجحوا النهاردة، اتقبض عليهم بالليل 100,000 جريح، 250,000 مشرد، 65 في السجون. محفوظ نحناح أبرم معادة حتى الآن هي التي يتعامل بها مع الجيش الجزائري. صفقوا لعقله ورجحته ورزانته وفهمه وفطنته. طب الهاشمي مع أبو البريمر في العراق، دخل الرجل بالحزب الإسلامي الوحيد حزب جماعة الإخوان، وهللوا لعقله وحكمته ورزانته، بل شارك بعد ذلك وأعلن أنه شارك معهم في القضاء على الحركات والتيارات الجهادية الموجودة، وكان يتكلم بذلك بلا أي خجل وبكل صفاقة. طب خلينا ناخد دورك دلوقتي في لبنان. الجماعة أيدت سمير جعجع في لبنان، وتاني يوم البرلمان اللبناني لم يوافق عليه، لسه أجلوا الجلسة، اختلفوا وقالوا مبررات والله تبكي لها، تبكي لحالهم وتتألم وتسأل الله أن يفرج الكرب. تعرفين سمير جعجع ده قائد مذابح صبر وشتيلة، ده صاحب موقعة الزيتونة. ده الزيتونة دي جاب 50 امرأة وعراهم في الشارع من أهل السنة، وخلى الجنود يزنقوهم ويصورها وينزلها لكل العالم عشان يثبت ان المارون والدروز يفعلون لكم ما يراد من أهل السنة فلا تنزعجوا. رجل نصراني وانت اخترت وتقول مبررات. طب انا دلوقتي مش راجل نصراني. الشيخ ذكر لكم الشيخ العثيمين في موضوع أمريكا، والشيخ ابن باز في فرنسا. الإخوة سألوه في رئيس مترشح أشد عداوة للإسلام والآخر أقل منه، قال تخرجون لاختيار الأقل. الشيخ الألباني في لبنان قالوا له في مرشح ماروني ومرشح من الدروز، قال اختاروا الماروني فهذا أقل عداوة لأهل السنة من الدروز. ده في مصالح، فأنت ما تقعدش تضحك عليا وتقول لي رابعة. مش الدماء الخالدة، في دماء كثيرة وقعت وانت ما قلتش حاجة، وعملت احتفالات وما قلتش حاجة، وقلت العبور الثالث قناة السويس 25 يناير عودة الشرطة، والناس كانت مقتولة ولا جبت حق لأي حد. فنقطة الدماء دي محدش يضحك عليكم بيها. احنا لم نرضاها، والدعوة خدت الموقف وتحملوا السب والشتم علشان يكون في ذلك إنجاء للإخوة. نقطة يعني أيضا أريد أن أقولها سريعا، أخي أحمد عرج عليها، موضوع تقرير رند ده. رند دي مؤسسة أمريكية متخصصة فقط في البحث في التيارات والجماعات الإسلامية. بعد كده بقت متخصصة في 2، في التيار السلفي والتيار الإخواني. إن التيار السلفي التيار الأصولي المتشدد لابد أن نجتمع للقضاء عليه. تيار الإخوان المعتدل الصورة النموذجية في تركيا لابد أن تسود العالم العربي. رند 2004 رند 2007 ده كان واضح، أنا قرأته بنفسي وما زلت أملكه كامل التقرير إلى الآن. أربكتم حسابات العالم، مشايخ الدعوة السلفية سمحهم الله أربكوا حسابات أموال أنفقت
فيما يقرب من 30 سنة في لحظة حاسمة، إنك أنت تكون أحد الأربعة اللي ذكرهم الدكتور أحمد، يا مقتول يا مسجون يا مهاجر يا منتكس. ونائب بان كيمون يبكي ويقول يا جماعة انزلوا، والسفير الأمريكية تقول ما تسيبهمش لوحدهم، عشان ده أنت المقصود. يبقى الطيار المعتدل بقى في السجن، والطيار المتشدد هو اللي قاعد يأيد. فهمت الموضوع ده؟ الموضوع ده أربك العالم، والموضوع اللي مخطط له ليتم في العالم الإسلامي أنت أربكته. والفزاعة راحت، الناس اقتربوا منك وسمعوك وبقوا صحابك وشافوك وقالوا احنا كنا ظالمينكم، فالدنيا بتتغير. طيب احنا موقفنا صعب جدا. احنا مش تظنوش ان كل افراد الشعب ولا كل مؤسسات الدولة بما فيهم الاعلام وغيره عندهم ثقة قوي فينا. الناس جربوا الموضوع بتاع التيار الاسلامي السياسي فلقوه تيار اقصائي، ولما ما يبقاش في المكان يبقى عدائي، يبقى تكفيري، يبقى تفجيري، يبقى تنفيري، فلسه مش مطمن لك، حاسس انك انت في اي لحظة ممكن تقلب. عاوز تقول حاجة يا دكتور؟ حاسس انك في لحظة ممكن تقلب، فانتم لازم تغيروا الموضوع ده بالجانب الاخلاقي، بجانب التعامل، علشان الناس ما تستشعرش ان احنا انا ومن وراء الطوفان. مش هاجي نلعب فيها نفسيها، مش جاي يبقى هولعها، يخرج يا هولع سينا، يا هنعملها لكم ثورة اسلامية. يا اولاد الذين خليتوا الثورة الاسلامية الناس تخاف منها. امال اللي كانت فاتت دي كانت ثورة ايه؟ كانت ايه؟ كفرية يعني؟ يقول لك هنقلبها ثورة. الناس بقى تقعد تقول لك يا الثورة الاسلامية دي كان يعملوا فيها ايه؟ والله انا نفسي هقول طب هيقلبوها ازاي ثورة اسلامية؟ يعني اللي هي الدكتور احمد بيقول عليها مش عارف حي عليك حي عليك جاك اللي كسر كرعيك، يعني كنا نعمله كده في الناس؟ الموضوع محتاج نوع من الاتزان. الحديبية، ايه المكاسب اللي اخذها الصحابة فورية من الحديبية؟ ده رجعوا ولم يطوفوا ولم يذبحوا، واخذ ابو جندل وقال أتردوني أفتا في ديني. مفيش أي مكاسب، لكن القرآن وهم في طريق العودة تنزل إنا فتحنا لك فتحا مبينا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمر إني رسول الله وإنه ناصري ولن يضيعني. اللي بقى اللي يقول لك طب الدعوة، طب انتوا خدتوا ضمانات، طب اللي خدنا عليهم ضمانات عملوا فينا ايه؟ عملوا فينا ايه؟ طب لما ما كانش معانا ضمانات في زمن مبارك وكنا في المعتقلات، دخلنا خرجنا لنا الدعوة منورة وناس التزمت، الأخ يقول له الإخوة لازم ما نسيبوش المساجد، لازم نخطبه. قالوا له طب نقوله هو مش عارف، قال أنا والله ما عارف تقول ايه بس نقول لك على حاجة. قال قول. الأخ عطية المغواري بتاع الكلام قال له غمض عليك وارفع صوتك وزي ما تجي. مش عارف يعلم الإخوة يقولوا ايه، يبقى خلاص لازم نغمض عينينا عشان ما يشوفش الناس، وارفع صوتك وأي كلام. ونشأوا جيل غمض عينيك وارفع صوتك ده، وبقى هم قادة الدعوة. فنية الضمانات اللي كانت معايا، أنا أعظم ضمان عندي لهذه الدعوة العلم.